بكرة اللئيمة بتاعت ايه بقى العيب بتاعها؟ زي ما انت شايفة ضخامتها، البكرة بتيجي فوق النص كيلو، يعني دي كده 650 جرام. مسكتها طبعا بتكون صعبة، فالخيط بيروح يفط كده في جنب واحد، وبتتبهدل لما تتشيل من مكان لمكان كذا مرة، فبتلاقيها خدت المنظر اللي انت شايفاه ده. عيب تاني ليها ان الخيط سميك جدا، فانت لو تشتغلي غرزة عدلة زي ما انا اشتغلتها مثلا، يعني بصراحة نتيجته تحفة فعلا، عندك حق. النتيجة بتاعته حلوة قوي. انا شغالة بإبرة رقم 8 ودي اكبر إبرة عندي في البيت، يا ريت لو كان في رقم 9 مثلا او 10 هيطلع سمك اقل من كده شوية، بس الغرزة مقفلة قوي بسبب سمك الخيط. حلو قوي للبطانية، حلو قوي للبلوفرات، الحاجات دي كلها. بس في التونسي ميزته يعني هتروح شوية مع الغرز العدل، فحلو قوي للتريكو، حلو قوي للكروشيه العادي، حلو قوي لغرزة النسيج في الكروشيه التونسي، يطلع تحفة عليه لان الخيط سميك. وطبعا هي بتحب الابر المتوسطة، مع سمك الخيط هيبرز قوي الشكل الهندسي اللي في الغرزة. نتيجة فعلا حلوة واحلى من الستاندر كمان.